ثبات بلادنا على هذه المبادئ وتصميمها على عدم الحياد عنها أصبح يزعج نظام المخزن ويعيق تجسيد مخططاته المريبة في المنطقة. تمادى هذا النظام التوسعي في المؤامرات والدسائس وإطلاق حملات من الدعاية الهدامة من أجل تحجيم دور الجزائر في المنطقة واستنزاف قدراتها وتعطيل مسار تطويرها ومحاولة ضرب وحدة شعبها من خلال إشعال نار الفتنة والفرقة والتشتت بين صفوفه. فوجد الأعداء ضالتهم في بعض ضعاف النفوس وخونة الأمة وجندهم كعملاء لهم في الداخل واستعملهم كأدوات للوصول إلى مبتغاهم المتمثل في إضعاف الجزائر من الداخل والضغط عليها لجعلها تتخلى عن مبادئها الثابتة وقيمها النبيلة وتتنكر لقضايا الأمة. لكن سيخيب مساعهم وسينقلبون خاسرين مدحورين، لأن الجزائر التي دخلت عهدا جديدا والقوية بجيشها وشعبها عازمة اليوم أكثر من أي وقت مضى تحت قيادة السيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وقرارها السيد، كما أنها في أتم الاستعداد للتصدي بحزم والصرامة لكل المخططات الدنيئة التي تحاك في السر والعلن لاستهداف كيان الدولة الوطنية ورموزها، معتمدة في ذلك على رصيدها التاريخي الزاخر ومبادئها الثابتة ووحدة شعبها الأبي الذي سيقف مع قيادته ومؤسسات دولته في كافة الظروف والأحوال كرجل واحد أمام أي جهة تنوي الإضرار بالجزائر الشهداء، فإرادة الشعوب لا تقهر. من الجندي البسيط إلى ما أعلى، مهمة شريفة الدفاع عن الحدود نتاعنا ضد الإرهاب، ضد المهربين، وضد حتى عدو كلاسيكي، لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة، أقوى دولة برئاستها بحكومتها بالمؤسسات نتاعها كلها وبالجيش الوطني الشعبي نتاعها اللي برز وثبت وبرهن باللي هزم الإرهاب كما جدودنا وبياننا هزموا فرنسا أثناء حرب التحرير، وكل الفضل يرجع لكم.